السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وتوقعات جديدة، حلقة جديدة من المسلسل حكاية جزيرة. خلاص اكتشفنا في نهاية الحلقة الماضية إن باتو هو ورا حادثة بويراز، وكان عاوز نوى يتخلص منه لسبب واحد فقط، إن هو ياخد الفندق منه. طبعا لو مات بويراز حذرا استحالة إن هي تفضل موجودة في الفندق، لأن ده ذكرى مع حبيبها، فهتفكر إن هي تبيع حصتها وحصة بويراز وتاخد الفلوس دي تسدد بيها دين امها وتترك الجزيره وترجع اسطنبول، وهو ياخد باته الفندق ويكون شركه ما بينه وما بين ايدل. ده نفس الكلام اللي قاله لها الحلقه اللي قبل الماضيه، قال لها ان شاء الله هاخد الفندق ده ويبقى شركه ما بيننا وننافس ونغيظ وننافس بويراز وحزيرات. يعني كان بيدبر لكل شيء، حتى ان هو يروح اسطنبول ويبحث عن والدة بويراز اللي هي ايتان ويخليها ترجع الجزيرة. ده طبعا كان ليه ورا غرض سيء جدا، على اساس ان بويراز يهاجم امه وتحصل كارثة. لكن شاف العكس باته، ان بويراز ابتدى يسامح امه وعلاقته معاها تتحسن. ولكن هل ايدل ممكن تروح تقول بويراز او تروح للشرطة وتعترف باللي شافته، ولا هتسكت وهتطلب من باته انه يترك الجزيرة ويرجع تاني مطرح مكان، لانه بقى دلوقتي خطر على الجميع؟ لو ما تركتش الجزيرة وحصلت كمان مشكلة جديدة لبويراز انا هروح ابلغ عنك، ولكن قدام منك فرصة يوم او اتنين ان انت ترجع تاني مطرح ما كنت. ساعتها هسكت وانسى الشخص اللي انا ابتديت اقول للجميع ان هو صديقي ودافع عنه، حتى مع والدها اللي كان بيشك فيه وراح وبلغ الشرطة عنه. هجمته وقالت له استحالة ان يكون باتو بيعمل حاجة زي كده، وطلع في الاخر كلامه صح. اما بالنسبه دلوقتي لبيراز اللي قال ليه حزيران، قدامي دلوقتي حاجه لازم نفكر في الحل اللي يرجع المصنع ليه. يعني هو عاوز يرجع تاني المصنع اللي باعه وصادق لدويرو، ولكن للاسف دويرو دلوقتي عنده اوراق رسميه ان اشترى المصنع ده من بويراز. يعني ما ينفعش ان هو يساومه على اي شيء، لان التاني استحاله ان هو يترك له الفندق ولا يرجعه له، الا اذا في حل واحد بس، ان هو وحزيران يبتدوا يبحثوا عن ثغرة او كارثة او اي حاجة يعني بيملكها او بيديرها دويهم غير قانونية. في الساعة ديت هيبتدوا يبتزوه بالثغرة ديت او الاوراق ديت، ويبتدي بقى يساوموا في اللحظة دي. يا اما ترجع لي المصنع وتاخد الفلوس اللي انت بعتها لي او بعتها لي، او يعني اللي هو اخدها بويراز، يا اما انا اخد الاوراق ديت او الثغره دي واسلمها للشرطه، وساعتها هتدخل السجن وهتخسر كل شيء. حتى المشروع اللي انت بتفكر فيه مش هتقدر توصل له ولا تقدر تنفذه. فمن هنا طبعا دويغو ممكن طبعا يتاثر بالكلام وتهديدات بويراز، وبالفعل هيحاول يرجع له المصنع وبويراز يرجع له الفلوس او المبلغ اللي اشتراه منه. ولكن هل فعلا دويغو هيعمل حاجه زي كده، ولا برضه هيلعب مع بويراز ويحصل مشكلة جديدة؟ ده كان توقعاتي. اشوفكم على خير واقول لكم الى اللقاء.